بسم الله الرحمن الرحيم. علم البيان التشبيه أنواع مركب بلاغة أو صدح قسمي كواد تيارا وحياة المقدمة وحالوها الفصاحة البلاغة هي وحيكم عابين الأساليب ومقدمة دي صدح مركب فني وهي ككوبنات قيبت كواد والبيان. علم البيان التشبيه أركان علم البيان تشبيه اللوه المري ثم المجاز ثم الكناية سوى كتاب كورو ترتيبنا لكن كيهر معاني سوهر مري البيان وكعكسي أيوة لكن البيان سوهر مريان المعاني أيضا بيسية. طيب علم البيان مركز لغاها الله مركز وحا مارتي أساسه مجاز كتشبيه تشبيه صور من التشبيه كو حالها الله تشبيهها دور أرمات أما دور قيبود تشبيه كوبين قيبت كوال أركان التشبيه. قال المعري في المديح أسوح أمانة الحوير أنت كالشمس في الضياء وإن جاء واستكيوان في علو المكان. أنت كالشمس في الضياء وحالمت قرحذا في الضياء وإن جاوزت كيوان وحدك مقعيس حدك كيوان ليرهدو وإن جاوزت أبدافتي ذي كيوان في علو المكان أو قرحذا معناه وكسي سريسا وحدك قرحذا كفك مرة قرحذا الله متهي حاجة مكا أبكسي فوقاتي حاجة لكن قوة إفتين كقرحة الله متهاي وأنا كسي سريسا. وقال آخر أنت كالليث في الشجاعة والإقدام وحال متهاي سيد اللباح أو كلا في الشجاعة والإقدام حاجة جيسين ماذا والإقدام ديرنانتا والسيف سيف أو كلا تهاي في قراع الخطوب مصيبوين كقراع أقراعيسي سيد سيف وقراته. وقال آخر كأن أخلاقك في لطفها ورقة فيها نسيم الصباح كأن أخلاقك طبيعة لها في لطفها حق يسرنان تفضيت كذا ورقة فيها يجلع كسوغا أخلاق هذا معناه سيدي أجل عسانتها نسيم الصباح صبح ناعودي سوكله وحوش بهذا واسدا نسيم الصباح صبح ناعودي سوكله ناعود دبش جلعسان. وقال آخر كأنما الماء في صفاء بيها في صفاء حق سافن ماذا في صفاء وقد جرى أيضا أو صعدي ذائب اللجين وقد جرى سقو صعدي حال الصعد بيه الماء وحاوم ليس ذائب اللجين والفضة فضة لدلالية ذائب اللجين فضة ذائب لدلالية فضة هو معدن عدام بدن وآذو عديه مركب فضة لدلالية أمريسا به سعناي أو صافية وحاومريسا فضة لدلالية كأنما الماء في صفاء حق صافي النمذا بيها حق صافي النمذا وقد جرى أسوغ أو صعدي بيه أسوغ صعدي بيه أيضا صعدي أو دريري ذائب اللجين معناه خبر كمبتدا الماء وحاوم ليس ذائب اللجين
xagga saafinimada xagay iskaga shabahan xagga saafinimada البحث في البيت الأول عرف الشاعر أن ممدوحه وضيء الوجه بيتكو أمانايو وضيء الوجه إنه وجهي سإفايو متلألئ الطلعة طلعة ووجهي أنت كم وقت إنه ولع عليه إنه مارتي ولع عليه إفايو فأراد أن يأتي له بمثيل تقوى فيه الصفة waxa isaga la mid ah oo sifada iftiinka iyo walacda ay qawi ay tahay wahiya ad-diyaa wal-ishraq sifada waa maxay waa iftiinka iyo cadida ishraq waa cadida xoog leh marka wuxuu ogaaday midku amaanay in wajigiisa iftiin iyo nuur leeyahay wuxuu raadiyay marka shay asaga sifadani ku xoog badan tahay oo ku metelo falam yajid aqwa min ash-shams fadaahahu biha magaas ku shabahay walibayan al-mudahat tashbiha aswa cadana dadteedana ata bil kaf kaf wala imara كالشمس وفي البيت الثاني رأى الشاعر ممدوحه متصفا بوصفين هما الشجاعة ومصارعة الشدائد لباتوين كأنه للك دمو ومصارعة ولا لقدن marka qofkan aan amaanayo waxaan ku aqaanaa laba sifo geesinimo iyo in maartay dhibaatooyinka uu la lagdamo fabahatha lahu an nadhirayn laba arimood u dhigmo raadiye fi kullin minhuma mid walba waxa ku sugan ihda hatayn sifatayn qawiyatan ayadu xoog badan laba arimood oo mid walba shajaacada iyo dhibaatooyinka ila lagdamo iyo laga cabsan ay ku suganta ay ku qawi ku tahay fadaahahu bil asad fi al-ula ay sifada hore geesinimada wa bis sayf fi al-thaniyati musara'ada ila lagdanka sayfta lagu shabahay oo wax lagu garaaco marka asaguna sidaas oo dhibaatooyinka u garaacayo oo la lagdama sida sayfta wax lagu garaaco xagga geesinimada dhiranaantana ولباح وبين هذه المضاهات بأداة هي الكاف وفي البيت الثالث وجد الشاعر أخلاق صديقه منك صاحبك أخلاق سعكوك هذه دمثة لطيفة دمثة لطيفة اسمه عن لوي دمثة يعني ووح سهلا شلعسان ترتاح لها النفس أخلاق ذي سيدغن كيسا naftada ku raaxaysanaysa hebel akhlaaqdiisa iyo dhaqankiisa waa wax naftu ay ku raaxaysanayso uu leeyahay faamila markaas wuxuu ku shaqeeyay ala an yati laha binadhirin tatajalla fihi hadhihi as-sifatu wa taqwa wa lamid aho sifadan laga helayo oo jilaaca iyo lutfiga laga helayo فرأى أن نسيم الصباح كذلك يعني نعود الصبح صار دعوة نفتا كرة حيسانيسا وحجل عسان نعو أبل إذا وحجل عسان ومركا أبا هانتا هاي وكرولاتي أجعلاني اسمعني وحوق بدنا كل باينا معها وجل عسان مركا صاحب كي dhaqankiisa iyo akhlaaqdiisa jilaaca iyo nafta sidii ugu bogayso shay aan ku matalo aan raadinayo maxaan soo helay muxuu soo helay naaw فرأى أن نسيم الصباح كذلك فعقد المماثلة بينهما وبين هذه المماثلة بحرف كأن وفي البيت الرابع عمل الشاعر على أن يجد مثيلا للماء الصافي تقوى فيه صفة الصفاء
شيء صفة صافي النمذا أي قوي كتها فرأى أن الفضة الذائبة إلى لا شيء تتجلى فيها هذه الصفة فماثل بينهما وبين هذه المماثلة بالحرف كأن فأنت ترى فيها في كل بيت من الأبيات الأربعة أن شيئا جعل مثيل شيء في صفة مشتركة بينهما شيء أو حالة شيء كلمة الإجماع أمثلة رن وضفيري محاك وأركيسها شيء الله دقي وأن الذي دل على هذه المماثلة أداة هي الكاف أو كأن وهذا يسمى بالتشبيه عمل كان تشبيه لهما عابا فقد رأيت أنه لا بد له من أركان أربعة الشيء الذي يراد تشبيهه ويسمى المشبه وحلو شبهه وكيل شبهه وحلو شبهه والشيء الذي يشبه به ويسمى المشبه به وهذان يسميان طرفي التشبيه والصفة المشتركة بين الطرفين لا الرمود محاكا دحية وتسمى وجه الشبه ويجب أن تكون هذه الصفة في المشبه به أقوى وأشهر منها في المشبه كما رأيت في الأمثلة وقيس لماذا وحيكو مارت قوي سنتهي وكو عن سنتهي مشبه به والأسد وحقراعد وحتمستنا سيفتها كو عنسا iftiinka qoraxda ku caansan xagga culuwiga iyo sareynta xidiga ku caansan thumma adatu at-tashbih wa hiya al-kaf wa ka'an wa nahwihima adatu at-tashbih imma ismun nahwu shabah wa mithl wa mumathil وما رادفها يوحي معناه وأسماء مثل مماثل وإما فعل نحو يشبه ويماثل ويضارع معنى يماثل ويحاكي ويشابه وإما حرف وهو الكاف وكأن ولا بد في كل تشبيه من وجود طرفين وقد يكون المشبه محذوفا للعلم به ولكنه يقدر في الإعراب وهذا التقدير بمثابة وجوده قدرتان كاني بمثابة وجوده إنه جوجو كدغن يحي بمثابة وجوده جوجتان كيسو كدغن يحي كما إذا سئلت كيف علي فقلت كالزهرة الذابلة كالزهرة كيف علي سؤال الوجود وقال حالة كالزهرة الذابلة الذابل حاوي جيت كثير لمن عاي أو اسكو دعي مركا وأبح مركا ورتمان تقرحونا oo kala furnaa markuu dhimanay seen qonaya waas ku soo dhacaya hadana maanta awal waa kii cirka u taagnaay hoos u soo dhacay isku laalaamay asana ilaa uu ka dhinto ka dhamaa marka dhaabil waa wax si dhimanay sida marka u baabacsan tahay oo iskugu jajabsan tahay oo kale marka horena waa kala taagnay فإنك الزهرة خبر لمبتدأ محذوف والتقدير هو الزهرة الذابلة وقد يحدث مركب مشبه حذفا كيف علي كالزهرة الذابلة مرة دون محذوف فيها كلمة مذكورة وكلوي اللي هو مقدر وقد يحذف وجه الشبه وقد تحذف الأداة كما سيبين لك فيما بعد القاعدة مركب الأمثلة دي كانن أمثلة أدبي أهوى إني تهاي أو سوغان
marmarna qur'aan iyo xadiid iyo waxa la mida marmar mahmaayaal marmar khudbooyma in lagu bilaabo kadib la sharxo oo maqsuudka laga leeyahay laga tuso kadibna maaragtay qaacidada mas'alada ay leedahay التشبيه بيان أن شيئا أو أشياء شاركت في غيرها في صفة أو أكثر بأداة هي الكاف أو نحوها ملفوظة أو ملحوظة مركة ورا مركة تعريفك تشبيها وحاول وشيء أما أشياء تشبيها معنى هل شيء كلنا شرد ما وحلا إنه بطء لو مشبه إنه نغضاء وشيء أما أشياء شاركت غيرها في صفة أو أكثر أشياء ذاني غير كذي وحلو ذاك شيء ثاني غير كيس وحلو ذاك هل صفة أو أكثر يعني حلايا وجه شبه إنه بديها هل حب إنه وادع كرتا إنه بديها وادع كرتا بأداة هي الكاف أو نحوها وحال الله استعمالها يا أداة من أدوات التشبيه ملفوظة أو ملحوظة مقدرة من إسكدها أساسا معنيه معروفة وإلا ملحوظ وحالو لجيدا لملع سنة الملحوظ ووحي ملع سنيس وملع سنيسا لنعا كملع سنيسا لكن هو مقدر يعني وح قدرون يعني وحو لجيدا إما إنه موجودها وإما من محذوفتها أركان التشبيه 4 وهي المشبه والمشبه به ويسميان طرفي التشبيه وأداة التشبيه ووجه الشبه ويجب أن يكون أقوى وأظهر في المشبه به منه في المشبه أركان التشبيه أفرتاس وحانا للربا واجب صفة يعني وجه شبه إنه كحوك بدنيهي في المشبه به كده مركب وحي كانان تمارين وحياب الله ربنا كشقيسي marka su'aalaha aan kuwaas idinka ka shaqeynaa marka namuudaj waxa uga shaqeynaysay tusaalihiisa kadibna tamaariinta sida uga shaqeynaysaa sida kan looga shaqeeyo yani wadan beedu kaaga shaqeeyay saas uga shaqeey كعبر أقسام التشبيه ثانيا أقسام التشبيه باب كلابات أو كترسن يعني مسائش التشبيه مسائل لبعض وأقسام التشبيه لا أقسام التشبيه ثانيا أقسام التشبيه الأمثلة أنا كالماء إن رضيت صفاء وإذا ما سخطت كنت لهيبا أنا كالماء بيو كلام إن رضيت هدي أن رالي أهيو أن دقنهي صفاء حق سافي نمر وحق سافي سنمر وإذا ما سخطت هدان حناقنا كنت لهيبا هلعا نقرأ مرنا بيان هاي مرنا هلعا واي سرنا في ليل بهيم وحالنا وحان قوريني أما ديلمني في ليل بهيم يعني مظلم البهيم المظلم هبين مجدية كأنه البحر هبين كسحوما نسابت ظلاما وإرهابا حق مجدية إيوه وإرهابا إيوه حق عبس قلينتا بدأ والله عبس ذا بيه ذا إيه هرك ذا إيوه
marka habeenkani wuxuu la mid yahay sida badda oo kaleeto xagga mugdiga iyo xagga cabsida xagga cabsi gelinta baddu la mid yahay habeenkan guureynayna dad laakiin waxaa jira bannaanka ka cabsada oo badda jecel cagsi waxay leeyihin bannaankaas inaan magaalada dhinacaan ka soo waray waxaa ka fiican inaan badda ka soo galno xagga aan soo marno bannaanka cabsiyuu leeyahay naga dan ya waa jiraan saasa kan laakiin waa cagsi kuwaa dadka caadiga ah way kan bannaankiisuu jecel yahay laakiin xagga sida badda oo kaleeta loo cabsanayo kaa badda maraan wuxuu leeyahay wallahi badda waa laga cabsanaya sida bannaanoo kale u malaynaysaa maanta adoo bannaan lugeenayo قال ابن الرومي في تأثير غناء مغن مد هيساي هيستيسي سامنتهدا يعني مد هيساي فنان هيساي هيستي marka uu qaaday sidii dadka u saameysay oo macnaheedu raba inuu sheego فكأن لذة صوته ودبيبها سنة تمشى في مفاصل نعس كأن لذة صوت عدكي سمعان كيسا ودبيبها هي صعد كعدكيسا دبيب وصعد عدكي سمعان سيدو جيرك ووصعنايو ها محانكو شبهنا ولي فنان كان عدك معان sida codkiisa uu macaan yahay oo jirka uu ugu soconaayo wax ku shabah sinatun hurdan ku shabahaya waa sida hurdo oo kale tamasha soconaysa fi mafasil nu'as nu'as waa jamcu naa'is waa mid hurdoonayo waa mid hurdoonaya midka marka hurdoonaya sida macnaheedu hurdadu jirkiisa ugu faafto ilaa asaga dhan khadka uu ka baxo marka dambe hurdadii soo galaysa mafaasil waa xubnihiisa fi mafaasil nu'as mid kuwa macnaheedu hurdaysan hurdada sidii xubnahooda ugu faafto kale ayaga dhan macnaheedu waa kala dhacaya sida marka codkiisa macaan uu jirka ugu faafayo sida hurdo macaan oo kale oo jirka ugu faafayso oo khadka aan taqriyo iyo agelayso saasuu la mid yahay وقال ابن المعتز وكأن الشمس المنيرة دينار جلته حدائد الضراب وكأن الشمس قرحذا المنيرة إفيسي دينار ليس وجهي دينار شبها جلته أي فيدي وصخذي يا وحي معناتي كو ولها اي كفيدي حدائد الضراب كو وحقراعه برهود دينارك marka la tumo waa dahab diinaarku waa dahab marka la tumo oo macaadinta iyo qashinka waxa kale laga dhalaaliyo oo la tumo gaduudkiisa wuxuu noqonayaa midabkiisa saafi macna waa dahab la soo tumay oo saafiya qoraxda marka guduudkeedu wuxuu la mid tahay markii soo baxaysa ama markii dhacayso guduud ay noqonaysaa sida diinaar u malaysaa hadda la soo sameeyay oo saafiya oo waxba aysan ku dhaganayn xagga midabka bas ma dhahayna xagga wareegsanaanta ilaan diinaarku wax wareegsan xagga midabka dahab weey waa sidoo midabka dahabiga oo gaduudka ah ama jaalaha ah iyo wareegsanaanta maartu waxa ay wareegsan yihiin
فرسكي في السرعة حق أردك برق وهلاع خاطف وحدفاي خاطف دفاي هل مرة ولع دهاي أنت نجم حتى يحدك في رفعة وضياء حاجة سرينت حاجة يفتينك تجتليك وحاكو فيدا أو كداوضا العيون عنده يكو داوناي شرقا برقا وغربا قرا يقرح دعوة عالم كورن عندها يكو بارتي تجتليك يعني ويكو فيدي سايو وحلاه نو فيدا نتصع حدقا تاي اللي حديها عير والغا أركا برقي قلبين أذيقنا حدقا تاي ومن والبلغات داوناي وقال المتنبي وقد اعتزم أسوغ أو قوان صدي سيف الدولة وحو قوان صدي سفر قوان صدي أين أسمعت أيها الهمام نحن نبت الربا وأنت الغمام أين أزمعت حقيبا قوان ستي أسمعت حقيبا قوان ستي وقوانك كوغوستي أيها الهمام متكن سيدك أهو حقيق قوانك وياي نحن نبت الربا أنه وحانهاي نبت الربا ودلك السرع الأراضي العالية الربا ودلك السرع مركا دلك السرع جيده سياناي أنه شعب هدي أنه يوحنا سيد جيده وكره وأنت الغمام أدينا وحتى ضرورة الرب كده إيسيك وكوبانا وقال المرقش النشر مسك والوجوه دنانير وأطراف الأكف عنم النشر عرفت النشر وعرفت عرفت كسو عرفه يسا مسك ومسك مسك يا كسو عرفان والوجوه وجياشودنا دنانير ودنانير حاجة جدود كمعنى وجياشود وجيال جدودا أولي قبله عرفت أذن وعرفت مسك وجهنا وجه جدودا وأطراف الأكف علىها فرها أذن عنم وجد من لامك جدودا عنم وجد لامه سؤال جدودين فرهن وعلاسنتا البحث يشبه الشاعر نفسه في البيت الأول في حال رضاه بالماء الصافي الهادي الدجن وفي حال غضبه بالنار الملتهبة وحوسكو شبه الدب هلعاي فهو محبوب مخوف من لا جعلها نوايا من لا عبسها نوايا وفي المثال الثاني شبه الليل في الظلمة والإرهاب بالبحر وإذا تأملت التشبيهين في الشطر الأول والثاني رأيت أداة التشبيه مذكورة بكل منهما وكل تشبيه تذكر فيه الأداة يسمى مرسلا وإذا نظرت إلى التشبيهين مرة أخرى رأيت أن وجه الشبه بين وفصل فيهما وكل تشبيه يذكر فيه وجه الشبه يسمى مفصلا أنا كالماء صفاء كالماء كاف وأداة صفاء ووجه شبه كأن لذة صوته سنة ما كأنه البحر ظلاما وإرهابا كأنه البحر ظلاما وإرهابا كأنه البحر كأنه أداة التشبيه ظلاما وإرهابا ووجه الشبه ويصف ابن الرومي في المثال الثاني حسن صوت المغني وجمال إيقاع محل هذا عدك سيدو أدعايو عدكيسا سيدو أدعايو
codkiisa siduu u dhacaayo macnihi heesaagan xataa kaana ladata sawtihi tasri waa mid ku guuraynaysa fi ljismi kamaa tasri awaa'ilu الnawmi اlkhafiifi fiih sina waa hurdada bilowga markay cusub tahay bilowga hurdada marka kaamil inooto ma xoogaa yaroo maaragtay bilowga waa lulmada وكأنه لم يذكر ولكنه لم يذكر وجه الشبه معتمدا على أنك أسقوا معني اسكوها الليناي على أنك تستطيع إدراكه بنفسك الارتياح والتلذذ في الحالين يعني المحاكة دحي عدك معان وحولم يديها سيدي مارت للماضي جيرك كوفها في سيوكا وحاجات كلمة كيهين حاجة كراحيسية إيوه كمعانسية فردنا على أصلها للمضى معانسي يراحة كان وسيله ويشبه مركب حاحد فين وجه الشبه ويشبه ابن المعتز الشمس عند الشروق بدينار مجلو دينار لسافيي قريب عهد وقت سنو دويها بدار الضرب دار عيالك لغو قرع عميها دار الضرب دار عيالك لغو تماميها ودارت العقد لغو سماية ذهب دنانيرت لغو سماية ودولد أيلاها دنانيرت iyo daraahimta daaqi fidada aata daarha sameeysan daaru darb yalida ay dahabku waxa sameeyso haduu soo baxay marka waa lacag hadda soo baxay ولم يذكر وجه الشبه ايضا حجمه اسكي شبهان وشيء وهو الاصفرار ومدبك جالها iyo والبريق إفك هللاعس البريق وحاوي ولعضة ويسمى هذا النوع من التشبيه وهو الذي لم يذكر فيه وجه الشبه تشبيها مجملا وجه الشبه دي على مقعابين وحلو مقعابا التشبيه المجمل وفي المثالين الخامس والسادس شبه الجواد بالبرق في السرعة والممدوح بالنجم في الرفعة والضياء من غير أن تذكر أداة التشبيه في كلا التشبيهين وذلك لتأكيد الادعاء بأن المشبه عين المشبه به وهذا النوع يسمى تشبيها مؤكدا وهديا أنت نجم أنت نجم أنت كالنجم إلى مرة. وفي المثال السابع يسأل المتنبي ممدوحة في تظاهر اسمه جناي بالذعر والهلع والنحذين تزايد كأن والنحذين أين أزمعت أيها الهمام حقين جاء هذه ساعة محوم جنايا نحذين قائلا أين تقصد وكيف ترحل عنا سنة وقورسا ونحن لا نعيش إلا بك لأننا كالغمام الذي يحيي الأرض لأنك كالغمام الذي يحيي الأرض بعد موتها ونحن كالنبت الذي لا حياة له بغير الغمام. وفي البيت الأخير يشبه المرقش النشر وهو نشر حالها طيب رائحة من يصف قفك وصفين عرفتي سي بالمسك والوجوه بالدنانير والأنامل المخضوبة فرها العلاميين وحلو شبه بالعنم. وإذا تأملت هذه التشبيهات رأيت أنها من نوع التشبيه المؤكد ولكنها جمعت إلى حذف الأداة حذف وجه الشبه يعني أداة كلمة مشبه وجه شبه واحد فيها وذلك لأن المتكلم عمد وحقوق قصدي
أما عمد وحقوق إلى المبالغة كحيل فغانشو والإغراق يكترح تجيس في ادعاء أن المشبه هو المشبه به نفسه لذلك أهمل وحو إهمالي شاعرك وسكتوري الأداة التي تدل تسنس آلة تسنس على أن المشبه أضعف في وجه الشبه من المشبه أداتنا وأداة التشبيه تسنس إن مشبه كضعيف سي مشبه به وأهمل ذكر الشبه الذي ينم كاسو شيغاي أم إشاراي عن اشتراك الطرفين لبدا دينعين اسلو وداغان في صفة أو صفات دون غيرها وجه الشبه محو عدايا لبدا شيء وحيان اسلو وداغان بس شيغان اسلو وداغان يعني أشياء كلنا اسلمو وداغان ماشي marka وجه الشبه waa la xadfay أرادنا ولا حذفي وجه شبه ولا حذفي ويسمى هذا النوع بالتشبيه البليغ وهو مظهر من مظاهر البلاغة وميدان ومكان كواسعة فصيح أو واسعة لتسابق المجيدين كو آتك أو يقان مجيد ومتك آتك أو يقان أو من الشعراء والكتاب شاعر يقرأ أي كتر تمام تشبيه النوعاني القاعدة التشبيه المرسل تعريف سبحان لها ما ذكرت فيه الأداة أداة التشبيه دي الأشياء التشبيه المؤكد تعريف كيسا ما حذفت منه الأداة التشبيه المرسل ما ذكرت فيه الأداة أداة دي الأشياء التشبيه المؤكد ما حذفت منه الأداة التشبيه المجمل ما حذف منه وجه الشبه التشبيه المفصل ما ذكر فيه وجه الشبه التشبيه البليغ وحالها تعريف كيسا ما حذف منه الأداة ووجه الشبه أداة أي وجه اللوضع وإلى الإصلاح ومن التشبيه البليغ المصدر المضاف المبين للنوع تعليقه وصف ومن التشبيه البليغ المصدر المضاف المبين للنوع نحو راغ روغان الثعلب راغ روغان الثعلب راغ معناه يحاول وجمجمبنت توس ان لو سocon la gemgembiyo mar dhinacan loo socdo mar dhinacan loo socdo mar dhinacan ma socona توس uma ordayo yani laakiin saan xal laha rawaqan marka qofha waxa leeyahay qofkaani jawaab kama helin qofkaani hadii aan u tago ha uguma tagaysid meen uguma tagaysid hadaa fiirsaan uu leeyahay markaas salaad midigu aaday oo ka soo laabana bidix ha waayahay bidixda noo wad ma asagu midig aada arkaysa sida dawacada oo kale saan hadana saan marka qofkan waxa leedahay qof maartay meel ugu soo hagaagaysid ma soo midigta kaaga jir bidixda asagoo joo arkaysa hadana midigta hadana caga oo ku wareeraysa munaafiq macna war male ballan namale wax qabta male meeshu rabu aada marka fulanun raaga روغان الثعلب روغان الثعلب marka waa masdar mudaaf mubayyin lin-naw' tashbih baligh kamid yahay tashbih baligh ومنه أيضا إضافة المشبه به للمشبه نحو لبس ثوب العافية لبس ثوب العافية مشبه هي مشبه به على سوء شبه ثوبك على سوء إضافي عافية ومشبه ثوبكنا ومشبه به ثوبك ومشبه به عافيتنا عافماتكنا ومشبه أو حانكو هذا أسر كذوحها العافية كالثوب
caafimaadku waa sida marada oo kale oo xagee iska shabahan sidii jirka ay u camimayso ama sidii jirka u daboolayso ama sidii jirka u difaacayso waxaas dhigi karta ama sidii qurux u tahay qaawanaantu waa foolxumo inkastoo hadda reer yurub ay qurux ka dhigeen laakiin qaawanaantu waa foolxumo dharkuna waa qurux cudurkuna waxaa leeyahay foolxumu ka dhigaya dharkuna waa qurux marka alcaafiyatu kathawb asaga saas oo kadib mushabbah bihiga waxaa loo idaafay mushabbah ثوب العافية لبس ثوب العافية تشبيه بليغ كامل والاستيفاء صور التشبيه التي لم تذكر فيه الأداة انظر هامش كذا إلى آخره والله أعلم